السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأفاضل، متابعينا الأعزاء، تحياتي لكم داخل الوطن وخارج الوطن. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد وفي موضوع جديد. هذا الفيديو الإخوة الأخوات اللي غنتكلموا فيه على جوج ديال المحاور. غنتكلموا فيه على الخير اللي دارت الطليقة ديال يونس مربوحة فيه، وغنتكلموا أيضا على المشكل اللي دايرة نادية مربوحة، اللي هي السبب، وهي صراحة اللي جا معاه كلهم الأسباب على الاخ ديالها وعلى باش ما يرجعش وباش ما كانش. هي من الاسباب الرئيسيه. غنتكلموا على شحال الحاجات غتعرفوهم لاول مره في هذا الفيديو ديال المتابعين. لذلك بلا الانسان ما يقول لك ها ولا تسنطوا مزيان واسمعوا لي مزيان، وغتعرفوا شحال من حاجه ما كنتو غالطين عليها، وشحال حاجه كنتو ما عارفينهاش، وشحال حاجه كانت ما بينها لكمش غتبان لكم اليوم باش تعرفوها مزيان. المتابعين اللي نتمنى منكم كنتو ما كتعرفوا هذه القناه مده ما كانت تشتغل، ضروري خص يكونوا فيها واحد العدد كبير ديال اللايكات باش يولي يكون تفاعل فيها. تنتمنى منكم انكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. هادو اللي تنهضر مع المتابعين ديالي، وايضا متابع اخر الا كان جا جديد وبغى يدخل معنا جديد فمرحبا به، وتخليو لي التعليق ديالكم والاراء ديالكم في هذا الفيديو هذا. ما عرفت واش نبدا بناديه مربوحه وهذيك النقطه السوداء ديالتها اللي واقفه في صف هاد الجوج هادو، ما بين هاد السيده وما بين هاد يونس، اللي من الاول وهي واقفه الى حد الان هي من الاسباب اللي كي تنقولوا محبسه هذا الشيء هذا. ولا غتعرفوا بزاف بالدلائل، خليونا من الهضره الخاويه، ولا غادي نهضروا على الخير اللي دارت هاد الطليقه في هاد يونس بخصوص الوليدات. نبداو على الطريقه وعلى الخير اللي دارت. المهم المتابعين، انا ما تنجيش نهضر من فراغ. من بعد ما تنشوف فيديوهات عند قنوات، ومن بعد ما تنشوف تعاليق كثيره، ما نديوش على تعليق متابع راه شغل يعلق كيف بغا، ولكن ملي تنشوفوا قنوات تيهضروا في هذا الموضوع فولا بد اننا حتى حنا نعطيو التحليل ديالنا، فهمتي، اللي تيبان لنا واللي تنشوفوا واللي كنا شايفين من الاول منين بدا هاد المشاكل الى حد الان. وكل شيء تنشوف كاين واحد القنوات بزاف، شي ثلاثه القنوات اللي شفتهم كيتكلموا، كاين منهم اللي عاد بدا تيعرف هذا الشيء هذا وكيقول بلا ان هاد السيده هذه، حنا هاد السيده هذه ما قلنا فيها حتى كلمه ديال الخير، حتى كلمه ديال الشر عفوا. حاليا ما قلنا فيها حتى كلمه ديال الشر. علاش؟ اننا قلنا بلا ربات دوك الوليدات، ما دارتهمش على الحقد، ما دارتهمش على هذه، ما دارتهمش على هذه، بزاف المسائل فهمتي، على حساب الاسره ديال الاب ديالهم. فعلا هذا الشيء هذا قلناه وتنقولوه، ولكن واحد الحاجه اللي تيهضروا عليها هاد القنوات تيوليو يهضروا عليها وتاسستيو عليها، هي انهم تيقولوا راه دار مزيانه ودارت خير في بوهم باش يشوفهم، وراه والله كان لا، عندنا الشرفه، راكم غالطين، راه ماشي خير هذاك، تاش الخير. هاد الاب هذا راه تيأدي الواجبات لدوك الابناء ديالو. اللي نتوما هاد الشيء هذا ما فهمتش واش تدرقوا الشمس بالغربال، ولا راه مأدي مع شحال من مليون، والان راه مجموعه عليه عاوتاني مع شحال راه هو غيأديها باش غيجيه عاوتاني التبليغ ديالو، راه غيأدي المسائل القانونيه ديالو بالقانون فهمتي. وهذاك الشوفه اللي تيشوف الابناء ديالو راه من حقه هذا الشيء هذا نعطيه له القانون. راه ماشي داير فيه خير شي واحد، ولا نتوما وليتو تتردوا الخير مات الخير مات كذا مات كذا، راه ما كاين لا خير لا والو. في هذا الانسان خصو يشكر واحد ماشي يشكر، يقول بلا ان واحد الانسانه ما رباتش في واحد الاخر هذا على ما شنا، ولكن ما بقاوش حكا نزيدوا لا خصو يدير وخصو يحترمها وخصو يدير لها وخصو راه دارت الورث تعطيه الاولاد يشوف، راه من حقه يشوفوا. واش واحد تيخلص مع شحال ديال الفلوس ما كتصوريها لا انت لا الاخر لا انا معاك في الشهر وما يشوفش وليداتو؟ ما كانش تيشوف دوك الوليدات بسبب هذاك الشيء اللي هضرنا فيه، وبسبب دوك المشاكل، وبسبب داك اللي كانت فوق ما يمشي عندهم يخرجوا الكلام ويخرجوا الهضور ويخرجوا تمرض تتعقد السيد. اما راه من حقه يشوف الولاد ديالو في اي ويكاند، ولا على داك الشيء، على ديك الفتره اللي عطيها له القضاء والقانون، راه من حقه يمشي يشوفهم ويجيبهم عنده في ديك الوقيته وفي ديك الاخر، راه من حقه. شي حاجه اخرى الا بغات هاد المراه تساعد معاه فعلا، الا كانت باغا تساعد معاه انه يشوفهم حتى في وسط السيمانه او كذا، حنا ما عارفينش القانون في اي ايام اللي كيعطي بالضبط، اما هو راه من حقه يشوف وليداتو فهمتي. راه ماشي خير هذاك، هذه بالنسبه للناس اللي تيقول راه دارت فيها الخير ودارت فيه كذا، راه ماشي خير. راه من حقه مهما ان تيدي المصاريف دوك الوليدات وما كذا، راه من حقه يشوف وليداتو. ندوزو للحاجه الثانيه بخصوص هاد ناديه، اللي بزاف تنشوفهم ماشي قناه ماشي جوج دابا حاليا كيقولوا بلي هاد ناديه هي السبب الاخ ديالها باش ما رجعش في الاول للزوجه، وما رجعش حاليا انه بغى يرجع وهي ما خلاتوش. واش بالله عليكم شنو نقول لكم واحد الحاجه،
هذيك الأخت نادية أنا مسكينة بحال الأخت الكبيرة ديالي، بحال فهمتي. الله يعمرها سلعة. أنا ما عمرت شفت منها شي حاجة صراحةً خايبة، باش نكونوا واقعيين ونكونوا تنهضروا بالمعقول. ما عمرت شفت منها شي حاجة خايبة، والله العلي العظيم. هذا أنا واخا الحلوف ما خدامش، إلا راكم كتقولوا شي حاجة اللي كي تنقولوا راه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. شتي ديك الإنسانة شحال من حاجات متهمة بها، وهذاك دائما اللي تيكون متهم مسكين بشي أشياء هو اللي ما والو. شتي ديك كون ما غاديش كون تدخل في هاد خوها، كون فعلا داكشي كون راهي في الوقت اللي كانوا هاد الناس ومنهم تا هاد السيدة هادي كضربوا لها في الأعراض ديالها وفي الشرف ديالها، كون خرجت حتى هي كتهضر وكترد على راسها، حيت عندها هي هاد الكاريزما وهاد الجرأة وعندها هاد الشخصية ديالها هي تحكم في خوها. كون خرجت تدير ودخلت حتى هي الأموال ودارت الفلوس ودارت كدا كيديروا هما. راه من نتوما كتقولوا شي حاجة اللي ما كايناش. راه داك السيد راه ما تيدير بس هضرة ختو ما تقدر تهضر له كاع في داك الموضوع، وما تقدرش. شتي ديك الاخت عنده ديك اختو ديك نادية، وراه ما تقدرش تهضر له تقول له حكا ردها ولا ما تردهاش، ولا قول لها ولا دير لها ولا ما دير لها. الا في الاول حنا شفنا كاملين بالله داك السيد كان باغي يولي يجمع الشمل. ها علاش الناس تغلط؟ الناس اللي دابا عاد يديروا السيده اللي ما بغاتش ما قبلاتش وما دارتش، واخا كانوا جلسات وكانوا داروا باش ان يكون صلح ما بين المحاميين وما بين بزاف د الحاجات. الان علاش الانسان تيبقى يقول اش من صلح بقى؟ اش فين هو هذا الصلح؟ حنا تنقولوها دائما، تنقولوا الصلح اللي يكون واحد الصلح عن بعد على حساب دوك الوليدات، كل واحد يدخل سوق راسو. لكن باش تبقى مسكينه واحد السيده مسكينه بحال دابا هاد الاخت ديالو غادا داخله سوق راسها، خدامه حتى هي على قنتها، بعدات كاع هي على كل شيء خدامه على قنتها، وتبقاو الانسان يحقرها يتهمها حكا انت السبب، انت عويد الشيطان، انت اللي ما خليتيهمش، انت اللي درتيهم، هذيك راه هي اللي دايره، هذيك اش دايره اش دايره اش غدير اش دايره. الانسان راه خصو يكون حقاني، الانسان خصو يكون حقاني ما يكونش حكار. فهمتي هذيك الحقره بزاف داك الظلم بزاف لا. انا راه هادشي علاش درت هاد الفيديو، حيت نشوف واحد الانسانه ما عندها علاقه حتى في شي موضوع من هاد المواضيع، ما كتهضر عليه مع هذا السيد على داك الشيء، ما عندها. انا تنشوف وتنعرف وعارف بزاف د الحالات ما عندهاش كاع داخل في هاد الشيء، ودائما عليها الدق 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 الدق. علاش؟ انها هي كانت تتبان مع خوها وكتساندو وكتصور معاه وتوقف معاه ودير معاه، هي ما بقاتش كاع، حتى هي مشات دارت كاع قانتها ومشات. فهمت؟ غير على هادشي ما خلات ضربات في الشرف، ما خلات ضربات في العرض، ما خلات ضربات في كل شيء ديالها بسبب هذا الاخ. وفي الاخير كتسمى هي اللي كتحرض الاخ وهي اللي كدير الاخ. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. راه والله العظيم الى الناس غالطين، والناس كيديو يتموا الذنب بشي حاجة اللي راهم غالطين فيها. هادشي اللي كاين المتابعين. نتمنوا الفيديو تكونوا فهمتوا الرسالة اللي بغيت نوصل. هي راه ما عمر بنادم يبقى يحكم على الكتاب هي من الغلاف ديالو وعلى داكشي اللي كتسمعوا من بعض القنوات. هذا ما كان المتابعين، وتحياتي لكم، والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله، ومع السلامه.